السلام عليكم حبابي، مرحبا بكم في قناة قصص من القلب مع أسماء. اليوم مختلف على كل الأيام. هذا الفيديو هو أول قصة كنشاركها معكم في القناة. قررت نفتح هذا الفضاء باش نكون قريبة منكم ونشارك معكم قصص حقيقية من القلب، قصص ديال المعاناة والأمل، ديال الغربة والصحبة، وديال دروس كنعيشوها كاملين. قصتي اليوم هي البداية، بداية رحلة جديدة غادي نكملوها مع بعض خطوة بخطوة. خليكم معايا حبابي وندخلوا في القصة ديالنا. معكم أميمة. أنا من الصغر كان عندي حلم نكمل قرايتي ونصنع مستقبل زوين، لكن الظروف كانت قوى مني وما توفقتش في الدراسة، وكان عليا نواجه الواقع. من ثم قلت خاصني نلقى طريق أخرى، وأول باب تفتح ليا كان شركات الكابلاج. ما عمري ما ننسى أول نهار دوزتو في هاديك الشركة، نهار صعيب وطويل ومبغاش يسالي. كنشوف واحد البلاصة كبيرة، ماكينات كتار، وجوه الناس ما كنعرفهمش، وأنا كنت مازال صغيرة خايفة، ولكن مضطرة نوقف على رجلي. الروتين كان قاسي عليا بزاف، وليت كنفيق مع 4:30 ديال الصباح باش نوجد راسي غنجيني الترونسبور مع 5. كنت كنمشي لهاديك الشركة وكنبقى واقفة بالساعات بلا راحة، حتى رجليا كيوليو ما كيقدروش يحملوني، وكنرجع للدار مهدودة في آخر النهار. كنبغي غير إمتى نعس. وما ندويش ليكم على الثمن اللي كان قليل بزاف، ما كيغطيش حتى المصاريف. ورغم ذلك كنت صابرة، كنقول ماشي مشكل. خدمت هكا تقريبا 4 سنوات، وخلال هاد المدة عرفت المعنى الحقيقي ديال التعب، المعنى الحقيقي ديال الصبر، وحتى المعنى ديال الذل. ديال الذل. ولكن في وسط هاد الظلام تزاد عندي واحد القوة داخلية، حتى لواحد النهار وانا نقول مع راسي انا بلاصتي ماشي هنا، وماشي هذا المستقبل اللي كنت كنحلم به. من تما بديت نخطط، نطور راسي، تنقلب من خدمة لخدمة. كنقول يمكن هذه تكون حسن، لكن كل مرة كنلقى الصعوبات كتزاد. رغم ذلك ما يأستش، بالعكس كل عقبة كانت كتزيدني إصرار. حتى جا النهار اللي تبدلات فيه حياتي، جات الفرصة نخرج خارج المغرب. شعوري كان خليط بين فرحة كبيرة وخوف ما عرفتش نوصفه. الفرحة حيت حلم كبير كان غادي يتحقق، والخوف حيت ما عرفتش شنو كيتسناني تما. النهار اللي ركبت في الطيارة حسيت بدموعي نازلين وانا كنفارق عائلتي وكنفارق بلادي. الغربة كانت مجهولة قدامي، واللي أصعب من كل شيء أنني كنت عارفة غادي نبدأ من الصفر. أول أيام ليا في غربة كانت أصعب أيام في حياتي، كتار من داك الأيام ديال الكابلاج. اللغة ما كنفهمهاش، بلاد غريبة، الوحدة كتقتل. كنت كنبكي في الليل ونقول يمكن غلطت ملي جيت. لكن مع الوقت بديت نتأقلم شوية بشوية. دخلت الخدمة بساط، كندير أي حاجة نلقى باش نعيش. وكانت أصعب حاجة هي الإحساس بالوحدة. حتى تلاقيت أعز الأصدقاء عندي دابا، ماشي أي أصدقاء، هادو ناس صادقين وقفوا معايا من أول نهار تعرفت عليهم، فرحوا بيا وفرحت بيهم. فاش مرضت جاو وقفوا حدايا، فاش كنت ضعيفة عطاوني القوة، وفاش ما لقيتش حتى باش ناكل قسموا معايا الخبز ديالهم. وملي شفت هاد الشي قلت مع راسي الغربة صعيبة، ولكن فيها ناس كيوليو كتر من الإخوة. بهاد الدعم والإصرار ديالي بديت نوقف على رجلي، تعلمت اللغة شوية بشوية، طورت راسي حتى لقيت خدمة مستقرة. واليوم كنقول الحمد لله، كنقدر نقول بكل فخر رغم الصعاب والمعاناة نجحت ووصلت. كل دمعة بكيتها، كل لحظة تعب عشتها، كل ليلة سهرتها بوحدي كانت سبب باش نكون المرأة اللي أنا عليها اليوم. التعب ديالي ما مشاش خسارة، بالعكس
كان هو الطريق اللي وصلني للنجاح. وهاد النجاح ماشي غير خدمة ولا فلوس، النجاح الحقيقي هو أني نقدر نرفع راسي ونقول أنا قدرت، وأن المعاناة ديالي ولات عندها معنى حقيقي، حيث كانت هي السبب باش نغير حياتي. اللي بغيت نوصل لكم من قصتي هو أن الطريق عمرها ما تكون مفروشة بالورد، ضروري من التعب، الدموع والوحدة، وكل شي هادشي كيدوز، ولكن اللي كيصبر وكيآمن براسو أكيد أكيد كيوصل. المهم ما توقفوش، حيت كل معاناة عندها معنى، وكل تعب في الأخير كيجيب نتيجة. إلا وصلتوا لهنا كنقول لكم شكرا بزاف حبابي على المتابعة. قصتي اليوم ماشي غير قصة، هي رسالة. ما كاين حتى طريق ساهل، واللي كيصبر وكيجاهد كيوصل. إلا عجبتكم قصتي ما تنسوش الاشتراك واللايك، وكتبوا لي التعاليق ديالكم شنو رأيكم، ولا حتى تجاربكم في الغربة. نشوفكم إن شاء الله قصة جاية. سلام عليكم.